السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قصة وحكاية. حكايتنا النهاردة عن أحمد سعد وريم البارودي. وزي ما بيقول المثل، اللي بيحب ما بيكرهش، ولكن اللي بيكره ممكن يحب، ولكن الأكيد والمثل اللي بيقال اللي بيحب ما بيكرهش. ده اتطبق على مين؟ على ريم البارودي وحبها لأحمد سعد، واعتراف ريم البارودي إنها لسه بتحب أحمد سعد. ورد أحمد سعد على ريم البارودي كان إيه؟ هنقول له ردك كان يا واد يا تقيل. كل التفاصيل هنتعرف عليها، بس الأول نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في لقاء مع ريم البارودي بيسألها المذيع سؤال مفاجئ، وهي ردت بدون تردد. قال لها: يا ترى انتي بتسمعي اغاني احمد سعد؟ قالت له اه. قال لها: يا ترى بتحبي اغاني احمد سعد؟ قالت له اه، وبحب كمان احمد سعد، وبشجع وبستريح جدا لما بسمع صوت احمد سعد. ده كلام مين؟ ده كلام بريم البارودي. طيب وليه هي قالت الكلام ده؟ هل فعلا الحب القديم لسه مازال مسيطر على ريم البارودي حتى بعد ما اتجوز أحمد سعد؟ كلنا عارفين إن ريم البارودي وأحمد سعد كانوا متجوزين لهم فترة، ولكن حصل خلاف ما بينهم وانفصلوا من كام سنة؟ انفصلوا من 5 سنين. واتجوز بعدها أحمد سعد سمية الخشاب، وكمان انفصل من سمية الخشاب، وحاليا متجوز تاني. ولكن هي زي ما بيقولوا اللي بيحب ما بيكرهش. ريم البارودي، هل هي فعلا بتحب أحمد سعد وعايزة ترجع له، ولا دي كانت غلطة لسان منها، والقلب هو اللي رد على المذيع، والقلب هو اللي قال أنا لسه بحبه؟ ولو سألوها تاني هل هتجاوب بنفس الطريقة ونفس الإجابة بعد ما سمعت رد أحمد سعد؟ أحمد سعد لما سألوه وقالوا له ريم البارودي بتقولك إن أنا لسه بحبك، ريم البارودي بتقول إنها بتسمع أغانيك، ريم البارودي بتقول إنها هي بتحب تسمع صوتك. كل اللي رد في كلمتين وبس، رد وقال: كلها ذوق، لا أكتر ولا أقل. طب وليه؟ ليه ما حبيتش؟ هل ده عشان خايف تقول كلمة زيادة تتحسب عليك وانت راجل متجوز جدع انك انت ما تكلمتش كتير؟ لان الاعلام والسوشيال ميديا بصراحة بيعملوا من الحبة قبة. فكويس انك انت رديت بالطريقة دي والاسلوب ده، يدوب كلمتين وبس زي ما بيقولوا، كلها ذوق. ده كان رد أحمد سعد على ريم البارودي. لكن نحب نقولك يا ريم، ابعدي عن أحمد سعد وما تحاوليش تسحبيه ناحيتك مرة تاني، لأن هو رجل متجوز، وسيبيه مع مراته. ولا انتوا رأيكم ايه؟ إن شاء الله يكون رأيكم من رأيي. أشكركم والسلام عليكم.